100 غمر، اكبر اخواتك، جبت 99.5 ثانويه عامه وبقيت مهندس بترول قد الدنيا. دخلت مكان فيه أذكى 300 طالب علم رياضة في مصر. اكتشفت إن أنا وسط يعني مجموعة من العباقرة محبوسين في مكان، مرميين في بلد في السويس عشان يبقوا مهندسين بترول. ومره واحده انا مش لاعب. أنا راجل خلص كلية، مرمي في القاهرة لوحدي، لازم أصرف على نفسي. عجبته فجربني في حاجة تانية في التالتة، وبقيت الاسيستنت بتاعه، بشيل له الشنطة، أروح أفوتر، وكانت شغلانة على جنب مدرس الشنطة. شغلانه على جنب، مدرس شنطة. اوكي. مش مكسوف أنا بقول. انت خلقت شغلانه مش موجوده وخلقت طلب عليها كمان. عملت ساعتها حاجه اسمها شارع العلوم، قعدت ادور على اسم مش عارف اختار اسم. قال لي كلمه سخنتني برضه، قال لي انت مفكر نفسك هتبقى نجم يعني وبرنامجك ده هيتشاف وهتبقى في التلفزيون؟ قلت له هبقى نجم. قال لي بالتوفيق. بعديها باسبوعين جات لي حلقه مع منى الشاذلي. برحب بالمهندس عبد الله عنان. 120,000 فيو في اول ربع ساعه. اوف، ايه ده؟ انا اول مره اول ما اشوف الرقم ده في حياتي. وبدات بقى الطبيعي بتاعي كل اسبوع بقى 300,000 فيو على يوتيوب، بيجي لي اخر كل شهر حاجه و50,000 جنيه. يعني في فيديوهات دلوقتي 200 مليون و150 مليون و80 و90 مليون. ده كل ده في السنه الاولى؟ في ال6 شهور الاولى. والاول مره الناس بتوقفني في الشارع بسبب مدرستنا، مش بسبب شارع العلوم، عشان انا دخلت كل بيت في مصر. ايوه مستر بتاع مدرستنا، ازيك يا مختبر. سبت الشغل، اتاخدت مني الشقه. تفكرني بابويا الله يرحمه يعني. وانا فاكر اليوم ده انا عيطت معاها يعني عشان خاطري. انا ماما بتتفرج دلوقتي لحد النهارده مش مقتنعه، هي عايزين نروح ارجع اشتغل في البترول تاني. قدرت تعمل حاجه بتحبها وحاجه تفرق في حياه الناس وتعمل منها فلوس. صعبه قوي.